يستهدف النظام السوري العلماء. والله لا نعتب على عدو يتجهمنا، لكننا نعتب على صديق تولى أمرنا فخان الأمانة وتخلى عنا. اصبري يا أرض شامي، علمينا ما التسامي، إنما اليوم حمام وغدا سجع الحمام، صرخة الشيخ حطام. يا علماء المسلمين، إذا عجزتم عن إيصال الدواء إليهم، إذا عجزتم عن إيصال الغذاء إليهم، فلا أقل من فتوى تبيح لهم فيها أكل القطط والكلاب الميتة. وأبدوا ما خفى تحت اللثام، من لأم ترفع الأنقاض ثكلى أين رامي. إذا عجزتم عن إيصال الماء إليهم، فلا أقل من فتوى تبيح لهم أن يشربوا من دماء إخوانهم، فالدماء عندنا كثيرة والماء قليل. الصوت الذي وجدناه يناشد العرب منذ عدة أشهر على هذه الشاشة هو ذلك الصوت الذي تسمعونه الآن مشاهدينا الكرام. استهدفنا كلاب بشار بقذف على سيارة التي كنت فيها مع إخواني من العلماء والدعاة. ربي أذني بعد أن كف بصري، لعل الأخوة الكرام يسمعون كلامي بأعينهم بعد أن أعقد لسانهم، والحمد لله على كل حال. خالد ما زال فينا صوته من 1000 عام، سجدة للواحد الديان تروي كل ضامي، هكذا قد صاغها الأحرار في أرض الشام. لا تنسوا إخوانكم في الشام، فهم أحوج ما يحتاجون إلى دعائكم في المقام الأول، فصلهم وصلكم الله وأعينهم أعانكم الله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.